عليه وسلم أن القبر يضمه فمن نجا منها لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الحديث مشهور عند العلماء وعلى تقدير صحته، فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة كالأم تضم ولدها إلى صدرها. أما ضمتها للكافر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دفن أتاه ملكان يسألانه عن 3 أصول: من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أسأل الله تعالى أن يجعل جوابي وجوابكم هذا. أما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب أعاذنا الله وإياكم من هذا فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضيق عليه قبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، يدخل بعضه في بعض من شدة الضم. ففرق بين ضم الأرض للكافر أو المرتاب وضمها للمؤمن. لأن سعد بن معاذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز عرش الله تعالى لموته، كما قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وسعد بن معاذ رضي الله عنه له المقامات العظيمة، فإنه كان سيد الأوس، وكان حلفاؤه بني قريظة. ولما استسلم بني قريظة على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، ظنا منهم أن يكون سعد بن معاذ مثل رأس المنافقين عبد الله بن أبي الذي أمن حلفاؤه من اليهود. قالوا نرغب سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه غال عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه. فلما رضوا بحكمه عن اليهود أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وجيء به من المسجد النبوي على حمار. ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار، ثم جلس للمحاكمة. لما جلس والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على يمينه وقريظة عن يساره، قال: حكم نافذ على هؤلاء؟ يشير إلى بني قريظة. قالوا: نعم، حكمك نافذ. فقال: وعلى هؤلاء؟ ويشير وهو قد غض بصره احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم. فقال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وتسبى ذريتهم. حكم صارم، مع أنهم هم حلفاء، لكنه حكم بما يرضي الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ونفذ فيهم هذا الحكم وقتلهم في المدينة، قتل نحو 700 رجل من اليهود. ثم بعد ذلك انبعث الدم من العرق في سعد بن معاذ وتوفي. سبحان الله، استجاب الله دعاءه فلم يمت حتى أقر الله عينه ببني قريظة ورجعوا إلى حكم. فلهذا قال لو إن صح الحديث لو نجا منها شيء أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وإلى هنا انتهى اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.